والله يعني هو خلص الشوط الاول الحمد لله، والحمد لله ان هو خلص على قد كده. بس انا برضو مش قادر احنا بنعمل ايه؟ احنا ما لعبناش، احنا ما جيناش، احنا ما لعبناش بربع جنيه. ده ايه؟ يعني كابتن حلمي الحمد لله الحمد لله ربنا كرمه وسمع للسوشيال ميديا. انا ما اعرفش ايه المدربين اللي احنا بنجيبها بيسمعوا للسوشيال ميديا ده. يعني دلوقتي انت عملت كل اللي الناس على الفيس عماله تكتبه، ما لعبتش النني والسولية مع بعض، وبدأت بميدو جابر ومروان حمدي ومش عارف، ونزلت الونش وكريم العراقي، وحطيت اكرم في نص الملعب علشان يقفل لك رقم 6 اللي انت تعبان عشانه ده. الكلام جميل، سمعت كل الكلام ده. طب ليه ما سمعتش حتة ان انت لازم بقى تعمل خطط؟ ليه لازم تدرب؟ انت اسمك مدرب، يعني لازم تدرب، لازم يبقى في جملة. احنا ما شفناش جملة، احنا ما شفناش احنا شايفين الحمد لله الاردن بتلعب حلو، يعني الحمد لله لقينا فريق عربي بيلعب حلو. ده ايه بقى؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا لا بنلعب كورة، ولا عارفين نمشي الكورة، ولا عارفين نعمل. انا عايز افهم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بيحللوا ايه؟ انا مش فاهم الناس دي بتحلل ايه. الناس اللي في الاستوديو دي، مصر ما لعبتش يا جدعان، يا جدعان احنا ما رحناش البطولة اصلا، وهنروح كاس العالم هنتنفخ، وكاس افريقيا هنتنفخ. افريقيا دي يعني احنا جنوب افريقيا هتنفخنا يعني. وبعدين احنا عايزين نصعد، هنصعد ازاي اصلا بالاداء المعفن ده؟ حتى لو صعدنا يا عم عملنا ريمونتادا تاريخية ونزلنا كسبنا 5-2، وبعدين هنعمل ايه؟ هنطلع هنقابل مين ولا هنعمل ايه؟ احنا في بطولة معفنة زي كده، تلات ارباع الفرق بتلعب بالصف التاني بتاعها، ومش عارفين نصعد من دور المجموعات. يا جدعان احنا بنهزر والله العظيم. الامارات دي احنا اللي لعبناها كوره، الامارات ما فيش الماتش الاولاني قدام الاردن ما لعبتش كوره اصلا، ده جابت جون كفته اي كلام. ما بيلعبوش كوره اصلا، اللعيبه كلها متجنسه، وطالع يقول لك اصل اللعيبه برازيليه. ايه يا عم؟ يعني ايه برازيليين؟ يعني نازلين باربع رجول؟ ما برجلين عادي وايدين عادي ودماغ زينا، كلنا بنعرف نلعب. يا عم ده انا لو لميت صحابي ورحت لعبت هنعمل احسن من كده. ده عك اللي بيحصل ده. ما اعرفش ياسين مرعي ماله، والونش ماله، والحارس بتاعهم قالب نوير ما شاء الله. يعني احنا ما رحناش غير بكورتين الهيد.